بيان صادر عن مجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الحزن ووجدان يفيض بالغضب، يدين مجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي طال مدينة السويداء. نعلن رفضنا المطلق لاستخدام الدين كذريعة لتبرير القتل والدمار، إذ إن الإسلام الذي نؤمن به هو دين رحمة وسلام، لا دين دماء وسلاح. شهدت السويداء في الأيام القليلة الماضية عدوانا وحشيا نفذته الحكومة السورية الانتقالية مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى بخلف هذه الهجوم. عشرات الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى عشرات الجرحى والحالات المأساوية للفقد. واستهدفت المشافي والبنية التحتية الحيوية بشكل مباشر. واستمر هذا العدوان على مدى 3 أيام متواصلة، مما أدى إلى حرمان أكثر من 250 ألف مدني من الماء والكهرباء والإنترنت والغذاء، وخلق أجواء من الذعر والرعب بين السكان. نترحم على أرواح الشهيدات فوزية الشعراني، نسرين رضوان، فاتن حسين هلال، وعلى جميع ضحايا هذا الاعتداء الهجمي. إن استهداف النساء والأطفال والشيوخ يشكل انتهاكا صارخا لكل المبادئ الدينية والإنسانية، وينذر بعواقب وخيمة قد تقود إلى حرب أهلية مدمرة. نرفض الخطاب الطائفي التحريضي الذي واكب هذه المجازر، ونحمل المسؤولية الكاملة على تصعيد هذا للحكومة السورية الانتقالية الاقتتال، محذرين من تتابعه على وحدة سوريا ونسيجها الاجتماعي. إن مدينة السويداء التي عرفت تاريخا بأنها ملاذ المتظاهرين وموطن للتعايش والسلم الأهلي لا يجوز أن تكافئ بالعنف والتدمير. الوفاء لأبنائنا يكون بحمايتها لا بتسليمها للفوضى والخراب. لذلك يدعو مجلس المرأة إلى الوقف الفوري للاقتتال وسحب جميع القوى المسلحة من المدينة، كما نطالب بحل سياسي شامل ينهي دوامة العنف ويعيد لسوريا وحدتها وكرامتها. ونؤكد على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الهجوم ومحاسبة جميع المتورطين، إضافة إلى إيقاف الحملات الإعلامية المضللة التي تغذي الانقسام والكراهية. ونطالب بتحريك دولي عاجل يضمن حماية المدنيين الأبرياء ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم. نؤمن أن طريق الخلاص من هذه المأساة يبدأ بالحوار والعقل لا بالرصاص والتحريض. نجدد دعوتنا للمصالحة والعدلية وبناء الوطن على أساس المواطنة، الكرامة والعدالة الاجتماعية. نحن نساء هذا الوطن سنتواصل النضال من أجل السلام ومن أجل إعادة الاعتبار للدين كقوة أخلاقية تحرر الإنسان، لا تستغله لتقيده أو لتبرير الجرائم. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، والصبر لأهالي السويداء وسوريا كلها. مجلس المرأة، مؤتمر الإسلام الديمقراطي.